الحقيقة موضوع أحمد الفيشاوي دوت على طول، يعني نفسي يبطل كلام. وبجد يعني من أمنيات حياتي إن أحمد الفيشاوي يبطل كلام ويبطل يطلع في البرامج وربنا يكرمه ويمثل. بس الراجل ده يعني ممثل. انا عن نفسي شايف ان احمد الفيشاوي من الممثلين التقال قوي، ان هو لو خد لنفسه كده، بس خد لنفسه هدنه وراحه نفسيه كده، ممكن يبقى حد تقيل على مستوى مصر وعلى مستوى العالم العربي وعلى مستوى العالم. معاه لغات كويسه، معاه شكل كويس، معاه دنيا كويسه، بس معاه عقل مش بتاع شغل. يعني مع موهبه احمد الفيشاوي التمثيليه اللي هي تكاد تكون اعلى من فاروق الفيشاوي، بس هو مركز في حاجات تانية خالص غير التمثيل. على طول في مشاكل، على طول في تصريحات غريبه. يعني اخر تصريحين اللي هو عملهم دول يعني يكاد يكونوا مستفزين جدا. التصريح الاولاني بيقول ان الوشم مش حرام، والوشم ده شيء جمالي، والوشم دوت شيء، والصعايده بيعملوا وشم ومش الصعايده بيعملوا وشم، والراجل ما بيكبر بيحط عصفورتين عشان يوم مش طايق نفسه حاجات، والست ما تبقى مخطوبه يحطوا لها خط، وما تخلف يحطوا لها خط تاني، وما تموت يحطوا لها خط تالت، حاجه زي كده ما شابه يعني. فكلام غريب وملوش دعوه. يا سيدي حلال ولا حرام انت عملته، ما تقعدش بقى تفتي. خلاص يا سيدي احنا عارفين انت عملت حاجه حرام وشوهت جسمك، ودوت عائق في التمثيل. اللي انت بتيجي تمثل لازم يقعدوا يحطوا لك 3 4 ساعات مكياج على جسمك عشان يخفوا اللي انت عامله بجسمك ده. وده ضد التمثيل اساسا، ان انت بقى لك علامه. خلاص يعني انت نيلت نيله، خلاص سيبها بقى، ما تقعدش تبررها. يعني عملت غلط، انت عملت غلط، انت الوشم غلط. غلط من الناحيه الدينيه، وغلط يعني الناحيه الدينيه طبعا ليها مشايخ طبعا يتكلموا فيها اكتر مني يعني. وغلط من الناحيه الدنيويه، اللي انت كممثل المفروض في جسمك ما يكونش فيه علامه عشان تقدر تتقمص الادوار حسب ما انت بتيجي ليك. يعني كان عمر الشريف بيقول لك انا بسيب شعري عشان ما اعرفش الدور اللي هيجي، هربي شعري، هحلق دقني، فانا ما بلعبش في جسمي. فهو مفروض يعني كممثل. تاني تصريح بقى مستفز جدا يعني لعمه احمد الفيشاوي. يعني هو مش عمه، هو صديق، يعني هو في نفس السن المرحله العمريه يعني. ان فاروق الفيشاوي احسن من عادل امام. بص يعني تعالى نتفق ان الاثنين مثلوا مع بعض. كاريزما عادل امام اقوى بمراحل من فاروق الفيشاوي، واقوى من ممثلين كتير جدا في مصر. وده لا يقل عن ان فاروق الفيشاوي ممثل موهوب، وسيم زي ما انت قلت، ابويا وسيم وعادل امام مش وسيم. بس تصريح ملوش محل من الاعراب. الاثنين كانوا اصدقاء، والاثنين كانوا بيمثلوا مع بعض. اخر حاجه قبل ما يتوفى فاروق الفيشاوي كان عامل دور مع عادل، مشهد مذهل في مسلسل اللي هو بتاع حقائق خفيه دوت، ولا دايره خفيه، اللي هو كان بيحكي عن ممثله اتقتلت وهو طلع رئيس العصابه فاروق الفيشاوي، وعادل امام قابله في الاخر. عاملين مشهد قصاد بعض رائع رائع، يعني مشهد ما يتكررش في تاريخ الدراما المصريه. فاروق ممثل وبرده كان مش منتبه زيك، يعني مش منتبه زيك يا احمد، وكان برده يعني مقضي حياته، بس كان ممثل، بس كان منتبه اكتر منك. يعني كان بيهرج وبيتدلع وبيلعب، بس كان ممثل. كان وقت الشغل شغل، وكان شغل، وكان استاذ. يعني استاذ في التمثيل. على فكره انا شايف ان فاروق الفيشاوي من المواهب اللي الناس ما بتتكلمش عنها في فن التمثيل، وهو كان موهوب حقيقي، عامل زي الميه، اي دور بتديهوله بينور فيه. يعني موهبه فاروق الفيشاوي من المواهب العاليه جدا يعني. بس ما تقوليش ان هو احسن من عادل امام. هو عادل امام مش موهبه بس، يعني هو عادل امام هو موهبه بس؟ لا، عادل امام عنده 80% ذكاء، مش عند كل ممثلين مصر ولا ممثلين العالم. وعنده موهبه غير عاديه. على فكره عادل امام مفيش دور بيعمله انت هتقول عليه ان هو مش مناسب ليه. بيجيب الدور لناحيته. طريقه في التمثيل، مدرسه في التمثيل، بيمثل بس ما بيطلعش الدور واقع، ما بيطلعش الدور يحسسك مثلا. ما بيطلع فقير، ما بيطلع فقير انت بتحس ان هو فقير، ما بيطلع بخيل بتحس ان هو بخيل، ما بيطلع مثلا الهلفوت وما شابه انت بتحس لابس بنطلون مقطع ومش عارف. لا، بيدي الدور حقه وبيعرف يمثل. فانت ما تقوليش ان والشباك التذاكر والجمهور العربي اختار عادل امام ان هو يكون نجم المرحله لمده 30 40 سنه. هو النجم الاول، هو اللي بيعرف يمثل، هو اللي الناس بتحب افلامه. في سنوات اخفق فيها عادل امام وما كانش رقم 1 او كان رقم 2، بس ما طلعش بره اللعبه. فاروق سنين كتيره جدا طالع بره اللعبه، بره لعبه السينما وبره لعبه الدراما.
وهو يعني فلا عادل عاش بنسبه كبيره مخلص، سواء للفن التمثيل السينمائي او بعد كده الدرامي او المسرح او الاذاعه، وفي كل الحالات دي نجم. فهو ممثل. لا يعني انا مش انت حطيت نفسك في مقارنه غير منطقيه. فيا ريت يا احمد يا فيشاوي تمثل، بس مالكش دعوه بقى بالكلام الكلام اللي انت بتقوله في البرامج. مثل، غني، ركز، سيبك شويه من حياتك الشخصيه ومشاكل حياتك الشخصيه، وادي خد اجازه وما تتجوزش تاني، ومثل مثل مثل وما تتكلمش. شكرا.